اوكي، السلام عليكم واهلا بكم بحلقه جديده من قناه يوسف الشمري. حلقه اليوم راح تكون هواي مواضيع موجهه حاليا من الكره الذهبيه والمنتخب العراقي، فهاي موضوعين ومواضيع اكثر راح نحكيها بحلقه اليوم. بس قبل لا نبلش حط لايك واشترك وبس. خلونا فنبدا بالموضوع الاول، هو سبب انه انا صار 3 ايام تقريبا ما منزل اي فيديو، او 11 يوم او 14 يوم حتى ما ادري بالضبط. اسباب هواي صارت، ابرزها انه المايك خربان وتمرضت بهاي الفتره، يعني صار تقريبا اسبوع اكثر من اسبوع مريض. في الوقت صورت حلقتين وخربان بسبب انه المايك خربان، فاضطريت اني ابدل المايك. خلصنا الموضوع الاول. الموضوع الثاني هو قبل كم يوم نشروا منهم المرشحين 30 فوز بالكرة الذهبية. بالقائمة شفنا انه لا ميسي ولا رونالدو مترشح، بعد ما هم 18 سنة على التوالي يترشحون للكرة الذهبية. السنة لا ميسي ولا رونالدو. تعرفوا من داخل 30 لاعب ما تعرفون منهم المرشحين الأساسيين أو منهم راح يفوز بالكرة الذهبية؟ تعالوا أقول لكم المرشحين الخمسة الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية. دي بالإنجليزي جود بيلينغهام كان من أفضل الصفقات بالموسم الماضي، وكانت أهدافه حاسمة وقدم مستويات قوية ترشح للفوز بالكرة الذهبية. أما اللاعب الثاني فهو أكيد البرازيلي فينيسيوس جونيور، اللي كان حاسم دوري الابطال واحد الاسباب الرئيسيه لفوز ريال مدريد بدوري الابطال. اللاعب الثالث اكيد الفرنسي كيليان امبابي، قدم مستويات قويه بالدوري وبدوري الابطال. اللاعب الرابع فهو رودري، ارتكاز نادي مانشستر سيتي، هو افضل لاعب وسط او افضل ارتكاز بالعالم حاليا، قدم ايضا مستويات قويه مع مانشستر سيتي وحصل على بطوله الدوري. اما اللاعب الخامس فهي بين اثنين كارفاخال او توني كروس، اللاعب اثنينهم قدموا مستويات اسطوريه وموسم تاريخي بالنسبه لهم. بس فوز اسبانيا باليورو ترفع كفه كارفاخال على توني كروس. ثم هذول الخمسه مرشحين للكره الذهبيه: كارفاخال، جود بلينغهام، مبابي، فينيسيوس ورودري، يعني 4 من ريال مدريد. بالنسبه لي اتوقع هو راح يصير انه فينيسيوس جونيور هو اللي يحصل على الكره الذهبيه. راح ننتقل للموضوع الاخير والاهم اللي هو المنتخب العراقي. هذا الدرس لابسه كل عمود هذا الموضوع اللي هو المنتخب العراقي. قبل كل شيء، قبل ما احكي عن لعبه عمان ولعبه الكويت، اتوقع راح ينزل المقطع ورا لعبه الكويت، اتوقع يوم الخميس راح ينزل، ولعبه الكويت يوم الثلاثاء، وانا جالس المقطع يوم الاحد قبل لعبه الكويت بيومين. لازم نعرف شغله، انه المنتخب العراقي صار تقريبا سنه من كاس الخليج لليوم جاي يعيش افضل فتره كرويه للمنتخب العراقي، نقدر نقول من كاس اسيا 2007. خيسوس كاساس هو افضل مدرب اجنبي درب منتخب العراق تقريبا بالنسبه لي. انا اشوف كاساس افضل من هو مدربين ثاني. دخل تصفيات كاس عالم اللي قبل هاي وحصد على 18 نقطه، يعني بالعلامه كان 6 لعبات فاز بين كلهم. المستويات الجباره اللي قدمها المنتخب العراقي بكاس اسيا. الله حلو بكاساس انه خلق منافسه في جميع المراكز بالنسبه للاعبين اللي استدعوا واللي بعدهم حدث ما استدعوا للمنتخب. في كل مركز بالمنتخب العراقي تلقى انه اكو 4-5 لاعبين جاي يتنافسون على هذا المركز، ما عدا قلوب الدفاع. احنا مشكلتنا بقلوب الدفاع. القلوبين ما عنده مجاملات، اللاعب المزن يطلعه، وجاب عدد كبير من اللاعبين المغتربين. ابسط مثال انه هو خلق منافسه بالمنتخب. راح اقول لكم ابرز اللاعبين الاجنحه يمنى او يسرى للمنتخب العراقي موجودين حاليا، اما بالدوري او اصلا استدعاهم للمنتخب. مثل عندكم محمد قاسم، قوقيه، دانيال السعيد، عي جاسم، ابراهيم بايش، يوسف الامين، بسام شاكر، هيران احمد، يعني هذول 8 غير اللي نسيتهم اللي اصلا سموه على بالي. الكاساس عنده 8 خيارات، ابرزهم يعني اكو وايد غيرهم، بعد اكو 5 لاعبين بس ابرز 8 هم هذول. 8 خيارات عنده بالنسبه للجناح الايمن واليسار يقدر يستخدمهم. كل المراكز مقطه ومفوله باللاعبين ما عدا مركز قلب الدفاع. اسوء مركز بالمنتخب العراقي هو قلوب الدفاع. افضل مدرب اجنبي درب العراق عبر التاريخ. صح ما جاب انجاز مثلا بكاس اسيا، كنا جاي نشوف اداء المنتخب العراقي. اتحداك تقول لي المنتخب العراقي قبل 7 سنوات او 5 سنوات كان يلعب بهذا المستوى؟ يعني تخيلوا وصل طموحنا ان نفوز على السعوديه وقطر واليابان وكوريا وايران، بعد ما قبل كنا نتمنى نتعادل او نخسر بنتيجه اقل من الاربعه او الخمسه. كلنا نتذكر تصفيات كاس العالم الماضيه اللي كان عندنا كوريا وايران بالمجموعه، كنا ذهابا ايابا كنا ناخذ 3 من كوريا. مدرب عالمي خلق تنافس بين لاعبين. فبالنسبه للعبه عمان نقدر نقول صح ما قدموا ذاك المستوى، بس دائما المباراه الاولى بالمجموعه او البطوله دائما تكون تكتيكيه اكثر ما هي لعب مفتوح. كنا شفنا انه الاردن تعادلوا وكوريا تعادلوا، دائما افتتاح البطولات يكون جدا صعب. فتوقعاتي انه مباراه الكويت وانت طالع هي بده يلعب ويسجل اهداف وايد. فبس يا حلقتنا، اتمنى عجبتكم. كان معكم يوسف او يوسف الشمري، ومع السلامه.